واحد يجي يقول لي انا مراكم في ثانويه عامه او في الجامعه او مش عارف اذاكر، ولو حتى ذاكرت يعني بنسى اللي ذاكرته او مش عارف اوفق ايه النظام يعني. ولا نفسي ابقى حاجه بس انا مش بسعى، او سعيت ومش لاقي نتيجه، او بحفظ بذاكر كتير مثلا ممكن اقعد ساعتين تلاتة اذاكر، اجي احل مش عارف، اجي اعمل مش عارف، يوم اذاكر ويوم لا، المحاضرات تراكمت عندي وزهقت بصراحة. طيب او اكتر من اسئلتي. طيب بص صلي على النبي الاول وهقول لك، لان انا في ثانوية عامة فهقول لك تجربتي يعني، وانا الان بقى مش فايتت بقى هقول لك كنت بعمل كذا لا. اول حاجة العلم ده، العلم نور. طب النور ده يأتي من عند مين؟ من عند الله سبحانه وتعالى. فالعلم نور، ونور الله لا يهدي لمن لعاصي. خلينا بقى كده متفقين. اول حاجة، فانت لما بتعوز حاجة من حد بتقرب منه، تخلص مصلحتك تبعد عنه. طب هو عايز يديك حاجة، يديها لك ازاي وانت بعيد عنه؟ ممكن يديها لك بعيد عنه عشان تقرب له، بس انت تقرب مرة وترجع مرة. فأتمنى تكون فهمت من الرسالة دي انك لازم تكون قريب من ربنا. شوف كل واحد طلع في ثانوية عامة أول أو جامعة بامتياز، أو الدكاترة، تلاقي الدكاترة سبحان الله بعض الدكاترة برضه يعني بعض الدكاترة قريبين من ربنا. فواحد يجي يقول لي يا عم مؤمن أنا بذاكر بس مش بعرف أحل، هقول له ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. ماشي يا عم مؤمن، ما أنا بسعى برضه مش بحل يعني برضه. طيب ربنا قال وإن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولا وإن ليس للإنسان إلا ما أعطى؟ مش عارف في غير القرآن. مش كان ممكن ربنا يقول وإن ليس للإنسان إلا ما سعى؟ ماشي. وأن سعيه سوف يرى، ماشي. وقال وإن كان عنده إمكانيات؟ لا، ما فرقش بين واحد عنده إمكانيات وواحد ما عندوش إمكانيات. فربنا مش بيديك على قد الإمكانيات يعني. بص يا حبيبي، تلاقي طالب يقول لك يطلع كل امتحانات الاول وتلاقيه متكرم بقى في الثانويه العامه. ده حوار ممكن يكون ظلم، ماشي معاك في دي، وممكن بس هو ما سعاش. ليه بقى؟ لانه هو اعتمد انه شاطر فخلاص على كده. تلاقي واحد ما كانش اللي هو بيذاكر قوي يعني، بس جاب مجموع، ربنا كرمه. ليه بقى؟ ربنا يلهمك. ساعات تكون قاعد في الامتحان تلاقي ربنا الهمك الاجابه، مش على طول، بس ربنا لاقاك ساعات ما الهمكش الاجابه او ما جبتش في الليفل ده، تجيب في ليفل تاني، مستوى تاني. هي قاعده وان ليس الانسان الا ما سعى ان سعيه سوف يرى. خلاص، ويجزى ايه؟ الجزاء الاوفى. فالله سبحانه وتعالى تاني يقول اقرأ وربك الاكرم. اقرأ انت بس وربنا هيكرمك وهيديك وهيعليك. بس ما تقعدش تقعد وتقول هبدأ بكره وهبدأ، لا. ان الشيطان يعدكم الفكر. خد بالك من دي. يعني ايه يا عم؟ الشيطان عايزك دايما تبقى مش مذاكر، الشيطان عايزك دايما تبقى مش حاجه حلوه، الشيطان عايزك دايما تبقى فاشل، الشيطان عايزك دايما تبقى جاهل. بص يا حبيبي، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول حديث جميل قوي، ان الملائكه تضع اجنحتها لطالب العلم. هقول لك الحديث من اوله. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى ايه بقى؟ هل مثلا الى العلم او الى التوفيق او الى لا، الى الجنه. الى الجنه. ايه ده؟ يعني انا ممكن اخش الجنه عشان بتعلم؟ ما هو الرسول بيقول لك من سلك طريقا، اللي يمشي في طريق فيه علم ربنا يسهل له طريقه الى الجنه. طيب وان الملائكه مالها؟ وان الملائكه لا تضع اجنحتها لمن؟ لطالب العلم، يستغفر لها كل من في السماوات وما في الارض، حتى الحيتان في الماء. يا ربي، يعني انا ابقى قاعد بذاكر والاقي الملائكه تستغفر لي؟ ابقى قاعد بذاكر والاقي حتى الحوت اللي في الميه ده يستغفر لي؟ ابقى قاعد بذاكر والاقي الجزاء ده كله؟ ابقى قاعد بذاكر والاقي فانت يعني من رحمة ربنا بيك بقى ان انت تاخد جزاء على كل حاجة، فحتى العلم زي ما قلت لك
زي ما قلت لك الاحاديث من شويه. والله والله اتكلم في القرآن عن العلماء، ويرفع الله الذين آمنوا منكم، ها، والذين أوتوا العلم درجات. علم الدنيا وعلم الآخرة، عقيدة وفقه ودين ودراسة وكل حاجة. ما هو مؤمن والله. ما أنا يعني مش بص يا حبيبي، الشيطان مش عايزك تذاكر، وانا عايزك نخليك تذاكر متشتت، فمش طالب منك غير قبل ما تبدأ اللهم علمني منفع. لا لا لا، بلاش بقى دي. تقوم تصلي ركعتين، تتوضى كده وتصلي ركعتين، تسجد تقول يا رب وفقني، يا رب سهل لي طريق علمي، يا رب احفظ، يا رب افهم، يا رب يا رب يا رب. المشكله اللي بتقابلك في العلم ماشي، واعمل ايه بعد كده؟ اللهم خلصت، تمسك الكتاب اللهم علمني وانفعني بما علمتني وزدني بك علما. اللهم انا اسالك حفظ النبيين والمرسلين وحفظ الملائكه المقربين. اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك. وتقعد بقى تقول أدعية، ابحث كده أدعية عن العلم. خلصت، سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. دي كده الطاقة الروحية أو الطاقة الدينية. قبل ما تبدأ بقى خد نفس كده عميق، اللي هو خلصت، خد بريك كده تلت ساعة ولا نص ساعة كده، صلي على النبي فيه. ما تعملش وقت، مش تاخد بريك، لا، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، بس كده، وارجع كمل. طيب خلصت، اسأل نفسك، او وانت بتقرا الاختياري هو عايز ايه، اللي هي زي حوار نواتج التعلم، تلاقي نفسك بتجاوب. طب الاجابه اللي في الفيديو دي موجوده في الاختيارات؟ لا، ممكن بس بصيغه مختلفه. يعني انا لما اقول لك هاو ار يو، تكون في الاجابه الاخبار، ولا ازيك عامل ايه، ولا فينك النهارده، تلاقيها ازيك عامل ايه. مش شرط تجيلك، او مثلا يقول لك الاخبار، مش شرط تجيلك ازيك عامل ايه. انت فاهم دي واصله لك ازاي؟ فمش لازم الاجابه اللي جت في دماغك هي تيجي في الاختيارات يكون معناها. حقق لنفسك، انا بكره هصحى اذاكر كذا وكذا وكذا. الاسبوع انا ايه ده، الاسبوع مر، النهارده الجمعه انا ذاكرت كذا وكذا وكذا، اخد بقى الاسبوع ده الجمعه بقى دي اجازه كده، اخرج بقى اروح اصلي وارجع اروح مع اصحابي الكلام ده كله. يا عم اخرج في ثانويه عامه او في الجامعه عادي، مش اشكال يعني، مش اللي هو تمام يا عم الحاج. فدايما اكثر من لا اله الا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. والكلمه اللي تبعد عنك الشيطان بقى خالص، تعيذ بالله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوه الا بالله. والله العظيم الكلمه دي لوحدها كافيه انك تخليك تحقق ما تتمنى، تبعد الشيطان عنك. كلمه تقسم الشيطان كده، خليه يبعد عنك، لا حول ولا قوه الا بالله. عايزه بالتدريج. وبعدين يا عم الحاج، وانت فاكر ان احنا خلاص في شهر؟ احنا لسه يا حاج في شهر 10. سيبك من الجماعه اللي بادئين بدري، هم بادئين بدري ماشي، بس احنا لسه في شهر 10. خد يا عم، احنا النهارده بتاع ايه النهارده يا عم؟ خد لحد نص 11، لم اللي فاتك وابدا من الاول. يعني النهارده كده وانت مش فاهم حاجه، العقل لحد نص 11، لم اللي فاتك كله، وبعد كده ابدا كمل مع المدرس اللي ماشي معاه، سواء سنتر او اونلاين او بيدق برايفت او مهم. بس ما يعني خلاص. برضو ما تنساش ان في مراجعة، ما تنساش ان بين كل شهر وشهر مراجعة، ما تنساش انك قبل الامتحانات انت تخلص على رمضان، ما تنساش ان معاك لحد بعد رمضان اللي هو يخلص اول 4، رمضان جاي 1/3 باذن الله، كل عام وانتم بخير. معاك لحد 1/4 كده، اول 1/4 لحد 10/6 او 12/6، شهرين مراجعة. والله انا في مراجعة السنين اللي فاتت كنت بلم حاجات ما كنتش لميتها بالشرح، وفي مراجعات شهر، وفي مراجعات كل امتحان، وفي اسئله انا هحلها هغلط، هعرف اسمع المستر بيقول تحليلها كذا، فبالتالي مش هغلط فيها. وخلصنا، وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، جزاكم الله خيرا وبالتوفيق، طمنا عليك.